الحقيقه الجزئيه المهمه في الموضوع ده ايه؟ محمد صلاح امبارح لعب المباراه ال100، وطبعا احتفل به الجهاز الفني وبفانيله 100، وده رقم جيد للفرعون. لكن عايز اقول لكم انه كمان محمد صلاح سجل الهدف 56 له. تريزيجيه سجل جونين، صلاح سجل جون، لكن جون محمد صلاح كان الهدف رقم 56 في مسيرته مع المنتخب الوطني. 56 ده بيضغط على المدرب بتاعه. حسام حسن بيتصدر هذه القائمة ب 68 هدف. الحقيقة يعني صلاح بهذا المعدل هيهدد رقم حسام. انا ما اعرفش ساعتها حسام هيحتفل ولا هيعمل ايه، ما اضمنهاش، لكن من المؤكد انه صلاح رايح لمسيرة انه يتصدر قائمة الاكثر تسجيلا للمنتخب الوطني في تاريخه. حسام حسن عنده 68 وصلاح عنده 56 رقم 2. حسن الشاذلي الله يرحمه 42 او 45، ومحمد ابو تريكة 38، واحمد حسن 33. لكنه احمد حسن بيتصدر قائمة الاكثر مشاركة في المباريات مع المنتخب الوطني. إذا كان حسام حسن بيضغط على مدربه، أو عفوا محمد صلاح بيضغط على مدربه حسام حسن وأرقامه، كابتن مدحت شلبي بيضغط على الوزير في القضية اللي أنا في رأيي هي الخطر الأكبر، مش على الأهلي، لا ده على الكل، لكن ربما يبدو الأهلي الأكثر تضررا من احتماليتها، وهي مصيبة وكارثة المراهنات. المراهنات في الدوري المصري على ودنه للركب زي ما قالوا. ليه بقول لكم على الاهلي؟ لانه دايما اللي بيراهن على حاجه المنطقيه والطبيعيه، الاهلي لما يجي يلعب مثلا مباراه مع المحله، يلعب مباراه مع طلائع الجيش، يلعب مباراه مع اي فريق في الدوري، المنطق الطبيعي والمتوقع ان الاهلي هيكسب، واللي بيراهن على انه الاهلي هيكسب. لكنه لو حد خالف وقال لك المحله هيكسب، ده اللي ممكن يكسب الرهان، والشركات بتاعه المراهنات او مكاتب المراهنات تكسب كتير من وراء النتائج غير المتوقعه. فهنا تبدو المشكله، تبدو المصيبه، يبدو الخطر، انك ممكن يحصل نوع من التاثير على نتائج المباريات. المراهنات دوليا الناس حربتها وقومتها، وفي لاعيبه كتيره جدا اتعاقبت واتوقفت واتشطبت حاجات كتيره قوي على التلاعب في نتائج المباريات. انا ليه بقول لكم كابتن مدحت شلبي الراجل اتكلم كتير، ودي قضيه كلنا اتكلمنا فيها، واعتقد الصديق العزيز فيصل زيدان كان من اكتر الناس اللي وقفوا عند المصيبه دي كتير. النهارده بقت في حالات اجتماعيه الناس بتتكلم عليها، وكل الصحف وكل المواقع بتتكلم على هذه الظاهره الاجتماعيه اللي اخطر منها رياضيه. في ناس كتيره بيقول لك بعت اللي قدامي واللي ورايا. في ناس كتيره اسر خرب بيوتها علشان المراهنات، لانه شباب بياخد فلوس ويروح زي ما يكون بيلعب قمار ويلعب يراهن على المباريات. بدات تتظاهر او تتكشف ظواهر اجتماعيه خطيره جدا في المجتمع نتيجه مراهنات الكوره. ليه بقول لكم مدحت شلبي؟ لانه من يومين بيتكلم وبيقول لك انا اتكلمت وقلت في ناقوس خطر وقلت في مصيبه سوداء ومحدش بيتكلم، وقال لك انا بعت للوزير ساعتها دكتور اشرف صبحي ارجوك مش عايزين نتكلم على اي حاجه سلبيه اثناء الاولمبياد. طيب قال لك سكتنا ايام الاولمبياد وعدينا واحتفلتوا. النهارده ايه الوضع؟ قال لك شكلت لجنه. هي فكره اي حد عايز يدفن اي مصيبه يشكل لها لجنه. طب اتحاد الكوره ما هوش مطلع باي دور ليه، ودي غريبه جدا، رغم ان هو قبل كده مسك حالات في الفيوم في الدرجه الثانيه وغيرت نتائج وكان ليها مصيبه سوداء. انت النهارده لامتى هيفضل متساب هذا الخطر الكارثي؟ الظاهره بتتزايد، مكاتب المراهنات بتكتر، الفلوس اللي بتضخ في هذه العمليه كتيره جدا، التاثير على النتائج هيحصل من على التحكيم، من على لعيبه، من على هتلاقي فيه كتير. الخطر الحقيقي والكبير جدا والكارثي على المجتمع وفي الكرة على الاهلي وعلى بقيه الانديه الكبيره وعلى الكل الحقيقه، لان انت في النهايه هتلاقي لعب قذر بيحصل في المسابقات.
هيتساب الامر لغايه امتى؟ لا اتحاد الكره عايز يطلع بدوره، ولا الوزير عايز يقول اللجنه عملت ايه ولا هتعمل ايه. التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. من نعم ربنا علينا يا جماعه في المجال الكروي ان احنا عندنا مدير فني لمنتخب مصر اسمه حسام حسن، كانت خطوه مهمه جدا لاتحاد الكره، وعندنا نادي اسمه الزمالك. طيب واحده واحده كده. بالنسبه لحسام حسن فهو افتكاسه هايله جدا جدا، اهي بتلطف الجو وبتطر على الناس في ظل غلاء المعيشه والظروف الصعبه اللي بتعيشها الناس كلها. كل شويه كده بيطلع منه افتكاسه وقرار كده، وبعدين يتراجع عنه كده، وبعدين يطلع منه مؤتمر ويطلع منه تصريح، فبيخلي الحياه حلوه كده والدنيا ايه رايقه. دلوقتي لما كانت لعيبه الاهلي بتقول لك احنا هنلتزم او النادي الاهلي يلتزم بالمواعيد المخصصه للاجنده الدوليه، كان يطلع بقى شويه عبط كده في البرامج الرياضيه ويقول لك الوطنيه والاهلي والمنتخب والبطيخ. دلوقتي بقى لما محمد عبد المنعم كان مع نادي نيس اصبح مش على قوه الاهلي، نادي نيس قال له لا انت ما تقوليش اللاعب قبلها بيومين، انت تبعت لي قبلها باسبوعين ان انت عايز اللاعب، غير كده مالكش عندي لعيب. وطلع ابراهيم حسن قال تصريحين كده عنتريين شويه، وعبد المنعم وايقاف عبد المنعم وهنعمل مش عارف الفيفا ايه، وفي الاخر حسام حسن تراجع عن كلامه وقال لك خلاص مش مشكله نعفي عبد المنعم. ليه؟ لانه ما يقدرش يحك مع نادي اجنبي. كمان محمد عبد المنعم يعتبر من اهم اللاعبين في المنتخب الوطني. فحسام حسن عنده المهم يكسب، الغايه تبرر الوسيله، فمش مشكله بقى يعمل ايه النادي يعمل ايه اللاعب، المهم ما يعملش صدام مع نادي اجنبي. لكن لو كان نادي مصري مثلا وخاصه الاهلي كان طلع بقى اتكلم الاحاديث الفاضيه الفارغه اللي كلها محدش بيعمل بيها خالص. فوجود حسام حسن رغم عدم كفاءته واهليته للمنصب، ولكن مهم جدا ان هو بيصدر بعض الروح الايجابيه عند الناس من الفكاهه والمتعه كده شويه. طيب اما نادي الزمالك بقى فحدث ولا حرج. نادي الزمالك بقى لما تحب تتفرج على افلام الاكشن، الافلام الكوميدي، التراجيدي، تلاقيها كلها في نادي الزمالك. يعني اذكر من اول ما دخل مرتضى منصور وبدات الاحداث دي جميله جدا جدا، كل شويه خناقات، ضرب، شتيمه في مجلس الاداره، تهزيق، تصريحات كوميديه، تصريحات متخلفه عقليا بتطلع كده من اعضاء مجلس الاداره نادي الزمالك. في اخر حاجه حصلت خناقه جميله جدا وبين النائب الشاب محمد طارق واحد اعضاء مجلس الاداره اللي هم يعني ذو منصب كبير، مش عايز اقول اسمه طبعا لاهميته ان هو راجل يعني من ملياردير شويه. فطبعا احنا عندنا الفلوس في نادي الزمالك هي اللي بتحكم يعني كل شيء وهي اللي بتتحكم، رغم ان مفيش واحد من اعضاء مجلس الاداره دي بيدفع ولا مليم لتدعيم نادي الزمالك في اي ازمه، بدليل ان نادي الزمالك بقاله فتره بيعاني من ازمه ماليه طاحنه في تجديد عقود اللاعبين ومستحقاتهم، مستحقات العمال ومستحقات الموظفين، وحتى في التعاقد مع اي لاعب ان شاء الله يكون رديف. حتى كل الكلام اللي بيطلع الجرايد في التعاقدات مع لاعبين دي كلها في شيء، مفيش ولا لاعب فيهم الزمالك قدر يدعم فريقه باي صفقه من اي نوع كانت. طيب عشان كده الخناقه ديت مش غريبه، ده كان بيحصل زمان وبيحصل دلوقتي، وبيقول لك الاخر النادي الملكي يعني مجلس اداره سمك لبن تمر هندي، لا يفقه شيء عن الاداره. وبس مش كده وبس، لا وخناقات وضرب وشتيمه وجزم واحذيه بتتحدف وخد من عندك زي ما انت عايز تقول قول، يعني المتعه كلها موجوده في نادي الزمالك.